وفاة ابن فنان مشهور بأول يوم دراسة، ملحقش لا يلبس الشنطة ولا اللبس اللي جابه ولا يروح الدراسة مع صحابه. هنشوف ازاي توفى، هل كان بفعل فاعل أم قضاء وقدر؟ ايه اللي كشفته رجال الشرطة؟ ايه اللي قالوه شهود العيان؟ حالة انهيار للفنان لحظة ما شاف ابنه غارق بدمائه. تفاصيل هنشوفها النهاردة عن كلمات مبكية من كبار نجوم الفن وهم بينعوه بأحر التعازي اليوم. تابعونا كده نشوف ايه اللي حصل واخر كلمات نطق بيها الولد ولحظات الأخيرة ليه مع والده. اسمعوا الفيديو بس من فضلكم لايك للفيديو فضلا وليس أمرا، ودعوة للفقيد إن ربنا يرحمه ويصبر أسرته على هذا المصاب الجليل. بالساعات الماضية القليلة تتصدر اسم الفنان إسماعيل الليثي بوفاة ابنه رضا، يعني تصدر كل المواقع الإخبارية، تصدر كل مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الحزن حولت السوشيال ميديا لدفاتر عزاء لنعيه. الفنان إسماعيل الليثي بحالة انهيار بتشييع جنازة ابنه، مش قادر يصدق. بيقول أول ما شفته كده على الأرض عرفت إن هو متوفي، ولكن أصريت إن احنا ننقذه ونوديه المستشفى على أمل إن يكون على قيد الحياة، ولكن الأطباء أكدوا خبر وفاته حسب تصريحاته بإحدى المواقع. رضا ابن الفنان إسماعيل الليثي له جمهور كبير جدا، دايما بيظهر في كل أفراح اللي والده بيروح فيها، دايما بيظهر على صفحة والده، وناس كتيرة جدا جدا بتعجب بيه أيا كان على صفحة والده أو على صفحة والدته. كل الناس بتحبه ودايما تقول إن دمه خفيف وإنه بيثير الفرحة والبهجة في كل فيديو بيظهر فيه. وكمان يعني النهاردة نجوم الفن كلهم نعوه بكلمات مبكية. تكلم الفنان حسن شاكوش والفنان عمرو كمال وحمو بيكا وطارق الشيخ والفنان أشرف زكي وكمان حمادة هلال وعدد كبير من نجوم الفن. كمان اتكلم عليه الفنانة وفاء عامر والفنان أحمد السقا، والكل نعاه بكلمات مبكية، وقالوا إنهم كانوا بيتابعوه فعلا لمشاهدات عالية كبيرة جدا على صفحات التواصل الاجتماعي أيا كان تيك توك أو الفيسبوك. وخبر وفاته للأسف بعد سقوطه من الدور العاشر وهو بمنزل جدته. للأسف قيل إن هو صحي من النوم مش لقى أسرته، فحاول إن هو يعدي من البلكونة بتاعتهم على بلكونة الجيران، لكن للأسف يعني توفاه الله وسط صدمة كبيرة. الجيران بيقولوا سمعنا صوت ارتطام شيء قوي على الأرض، طلعنا نجري لقينا للأسف رضا متوفي. فضلنا نصرخ والشرطة جات والإسعاف، ولكن للأسف قضاء الله وقدره. بأول يوم دراسة جهز الشنطة واللبس وملحقش يروح، ربنا يرحمه.